يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهاردة نعمل مع بعض وصفة من الوصفات اللذيذة جدا. هنعمل مع بعض طاجن سمك بطريقة تحفة قوي، ولو انت زهقتي من كل الطرق التقليدية للسمك يبقى الوصفة ديت اكيد ليكي. بس ما تنسيش تحطي لايك وشير وكومنت حلو منك كده للتشجيع، وما تنسيش تصلي على الرسول. ويلا بينا نشوف القمر دوت هنعمله ازاي. معايا كيلو من السمك الفيليه متقطع كده شرايح، وده سمك قشر بياض. تقدري تستخدمي اي نوع سمك انت تحبيه، اهم حاجة تغسليه غسلة كويسة وتقطعيه كده شرايح. وكمان معايا طماطم متقطعة شرايح، وفلفل اخضر رومي متقطع شرايح، وشرايح من الليمون، وجزرايه مبشورة، وشبت وكزبرة مفرومين. ومعايا 2 بصلاية متوسطة متقطعين شرايح. وكمان بقى روح السمك وحبيبه هو الكرفس، انا بقطعه يا بنات وبحطه في الفريزر، وقت محتاجه بطلعه واخد منه 4-5 فصوص كده من الثوم يكونوا كبار ومفرومين. ويلا بينا بقى نجيب الوك بتاعنا وننزل بكم مكعب كده من الزبدة وعليهم شوية من الزيت علشان خاطر الزبدة بتاعتنا ما تتحرقش. اول لما تسيح الزبدة بتاعتنا هننزل على طول بالثوم المفروم. وهنا بقى انا مش عايزة الثوم ياخد اي لون نهائي، هنقلبه على طول. واول لما يطلع الزيوت العطرية بتاعته تطلع الريحة بتاعتها، ننزل على طول بالبصل المتقطع شرايح، ونبتدي كده نقلب الاتنين مع بعض تشويحة كده بسيطة. وبعد كده ننزل ببقية الخضار، الجزر المبشور، ودي جزراية حلوة كده متوسطة انا مبشراها. وهنعين الخضار دوت على جنب، الخضرة دي على جنب. وبعد كده هنزل كمان بالفلفل الرومي الشرايح وبالطماطم الشرايح، وهنشيل حبة كده من الطماطم علشان دولت اللي هجرنش بيهم الصينية في الاخر. تقدري تضيفي كمان فلفل حامي لو تحبي، لكن انا بصراحة مش عايزة فلفل حامي فاستكفيت بالفلفل الرومي. وتقدري كمان تستخدمي فلفل رومي الوان. هننزل كمان بالكرفس، وهنزل بعصير ليمونتين كبار، هي روح السمك الليمون والشبت والكزبرة، ومعلقة كبيرة من الصلصة. مش قادرة اقولك قد ايه بقى الخضار ده طعمه تحفة. الروايح كده كانت مفحفحة وبجد جميلة قوي. ويلا بقى بينا نتبل التوابل بتاعتنا. انا معايا نص معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من السبع بهارات، معلقة من الكمون، ومعلقة من الملح. والمعلقة اللي انا بقصدها هي المعلقة الصغيرة مش المعلقة الكبيرة. نقلب بقى التوابل بتاعتنا دي، يا ربي على الريحة، تحفة تحفة. مش قادرة اقول لكم تاكلوا كده الخضار وانتوا واقفين، الروايح حكاية. ننزل بقى عليهم بالمية السخنة عشان انا عايزة الخضار بتاعي يكون ليه صوص كده، علشان ده اللي هيسوي لي السمكية ويتبلها. نغطي عليه نسيبه 5 دقايق كده، ويلا بينا نرفعه من على النار ونجيب بقى البايركس بتاعنا. وهنزل بجزء من الخضار دوت في قلب الصينية، وده هيكون الأرضية بتاعت السمك بتاعتي. السمك هيتبل كله من الخضار ده. احنا حطينا في الخضار كل التوابل، حطينا التوابل وعصير الليمون والكرفس والثوم، كل تتبيلة السمك حطيناها في الخضار. وده الخضار اللي هيشرب ويطعم السمك بتاعي. هرص بقى كده شرايح السمك بالمنظر ده. وزي ما قلت لكم تقدروا تستخدموا اي نوع سمك انتوا تحبوه وتفضلوه، يعني سمك بولتي، الجزل متقطع جزل، سمك اللي هو الباسة، اي نوع سمك تقدري تستخدميه. بصراحة الخضار والتوابل دوت يمشي مع اي نوع سمك هتعمليه، بجد تحفة جدا. الخلطة دي رهيبة. بعد ما رصيت السمك بتاعي هنزل بالخضار كده، وهغطي السمك بالخضار كله، يعني هغطي طبقة السمك دي بالخضار كلها علشان ده هيطعم لي السمك بتاعي. بعد بقى ما هنرص كده الخضار بتاعي، هجيب بقى شرايح من الليمون وهبتدي احطها كده على الوش. دي هنجرنش بيها الصينية، وكمان هتدي طعم اكتر للسمك. انتوا عارفين ان السمك روحه الليمون، فهنظبط كده الطاجن بتاعنا كمان بشرايح الطماطم اللي شلتها على جنب. هنجرنش كده الصينية بتاعتنا علشان خاطر انتوا عارفين ان العين بتاكل قبل البق، فنظبط كده الصينية عشان يبقى شكلها يخطف الانظار، وطعمها بقى ده في حتة تانية خالص. فيلا نظبط كده الصينية بتاعتنا. وكمان هحط شرايح كده من الفلفل الرومي الاخضر، تقدري تضيفي شرايح من الفلفل الحامي زي ما قلتلك
بس انا بصراحه ما كنتش عاملاها سبايسي، فعاملاها كده الخلطه دي عاملاها بارده. شايفين شكله بقى تحفه ازاي؟ يلا بقى بينا ندخل القمر دوت في الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. هتقعد 10 دقايق. السمك ده ما بياخدش وقت خالص، والخضار بتاعنا اصلا مستوي، فيعني مش هتاخد معانا اي وقت نهائي. عملت جنب منه سمك رز ابيض، وده هيليق قوي مع السمك ده لان السمك ده فيه خضار، فكان احلى حاجه معاه هتليق معاه هي الرز الابيض، وشويه سلطه خضره كده. ونجرنش بقى الرز بتاعنا عشان الطبق بتاعنا كده يبقى شكله يفتح النفس ويشد كده العين زي المطاعم. هحط كده حته صغيره من الشبت. شايفين شكلها قمر ازاي؟ الطبق ابتدى ينطق وشكله ظهر كده وشكله بقى حكايه. السمك ده من احلى انواع السمك، هتاكلوها مش هتبطلوا ابدا، ومش هتبقوا عارفين توقفوا تاكلوا من السمك. بجد الوصفة دي تحفة جدا. اتمنى لو الفيديو عجبكم تحطوا له لايك وشير وكومنت حلو منكم للتشجيع، واقول لكم مع الف سلامة وفي رعاية الله.